إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، عن تزكية النفوس، عن تزكية المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كيف نزكي هذه المضغة الصغيرة؟ كيف نزكي هذا القلب؟ وكيف يكون هذا القلب سليما؟ كما دعا نبي الله إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب الذي سلم من الشرك وسلم من الرذائل ومن المعاصي كلها، وهو القلب الأواب المنيب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، هذا القلب المنيب هو الذي نبحثه، هو الذي استعبدنا الله تبارك وتعالى أن نجعل هذا القلب قلبا أوابا منيبا سليما. ولذلك أقسم الله تبارك وتعالى على تزكية النفس. قال سبحانه وتعالى بعد أن أقسم 11 قسما: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها، أي من زكى نفسه، هذا هو الفائز والمفلح في الدنيا والآخرة. وقد خاب من دساها، أي قد خاب من أخفى نفسه في المعاصي ودسها في المعاصي والذنوب. إذن أيها الأحبة، نحن نريد أن يكون منا قلب سليم، قلب أواب، قلب منيب. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الميت والحي هو القلب السليم والقلب المشرك. إذن أيها الأحبة، علينا أن نجتهد ونبذل قصارى جهدنا في إصلاح هذا القلب الذي إذا صلحت صلح الجسد كله، الذي إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. أول خطوة أيها الأحبة لإصلاح القلب هو العلم والمعرفة. عليك أن تتعلم وعليك أن تعرف. إذا كان عندك علم يكون قلبك بإذن الله سليما منيبا أواها منيبا. أول خطوة لتزكية القلب هو العلم. ولذلك بوب أبو عبد الله الإمام البخاري عليه سحائب الرحمة باب العلم قبل العمل. علينا أن نعلم قبل أن نعمل. ولذلك كان الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله يقول: اطلبوا العلم طلبا للعمل، واطلبوا العمل طلبا للعلم. أيها الأحبة، لا نريد أن نكون منحرفين عن العلم أو أن نعمل الطاعات أو العبادات الصالحات أو الأعمال الصالحة بدون علم. هذا هو ما يفسد الدين. علينا أن نعلم قبل أن نعمل، لأن هناك بعض الصوفية المنحرفة يقولون: نحن نعلم من قلوبنا. هذا هو الذي نرفضه، هذا هو الذي لا نرتضي به. لا بد من واسطة معلم. كيف يكون قلبك معلما؟ يقول مثلا: علمني قلبي كذا وكذا.
لا يكون قلبك معلما. وهناك شيخ الصوفية المسمى بجنيد البغدادي كان يقول: من حفظ القرآن وكتب الحديث هذا هو الذي على طريقتنا، أما الذي لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث هذا ليس على طريقتنا. إذن لا بد أن نكون مجتهدين في طاعة الله عز وجل ونحن على علم. إذا كان هناك عمل بلا علم فما أكثر هؤلاء لأنهم يفسدون في الدين وهم لا يعلمون. إذن علينا أن نعلم قبل أن نعمل. أيها الأحبة، كان هناك رجل يسمى بالخنفشاري، وما أكثر الخنفشاريين في زماننا هذا. كان هذا الرجل يفتي بكل مسألة، يفتي عن كل مسألة، صوابا كان أم خطأ. وذات يوم تشاور أهل ذلك البلد وركبوا كلمة الخنفشار، وليس لهذه الكلمة دخل في اللغة العربية، وذهبوا إليه وقالوا له: أتعرف كل شيء؟ قال: نعم، أنا أعرف كل شيء. قالوا له: ما معنى هذه الكلمة الخنفشار؟ فقال في التو واللحظة بدون تفكير وبدون تفكر، فقال: الخنفشار نبت طيب الرائحة ينبت من أطراف اليمن. وقال الشاعر: لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. ثم قال: كلمة الخنفشار قال عنه الإمام أبو عبد الله، قال عنه الإمام الترمذي، قال عنه الإمام أبو داود، حتى قال كلمة الخنفشار قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما بلغ رسول الله وأوقفوا وأسكتوه وقالوا له: يا دجال، كذبت على هؤلاء، فلا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أكثر الخنفشاريين في زماننا أيها الأحبة، لأن هذا يريد أن يفتي كل شيء وليس عنده علم. هذه مصيبة. إذا أردت أن تكون مفتيا فعليك أن تتعلم. حتى السلف الصالح كانوا يتورعون عن الفتاوى، يتورعون عن المسائل. إذا سئل أحدهم عن مسألة فقال: لا بد أن أبحث عن هذه المسألة، فلا يتجرأ على الجواب، فلا يتجرأ على الإفتاء كما نحن نتجرأ اليوم على الإفتاء. هذه مصيبة أيها الأحبة. فعلينا أن نتورع عن المسائل وعن الفتاوى أيضا إذا نريد أن ننجو يوم القيامة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولكافة المسلمين والمسلمات، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى وحبيبنا المقتفى وعلى آله الشرفاء وصحابته الحنفاء ومن تبعهم بالإحسان والوفاء. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عليك أن تتفقه في دينك، واعلم أن نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عليك أن تتفقه في دينك حتى تكون على بصيرة، على حجة واضحة، على علم ويقين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على حجة واضحة، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عليك أن تتعلم، عندئذ تكون داعية إلى الله، لأن عندك علم ومعرفة، وتكون مزكيا لنفسك
حتى تكون من الفائزين المفلحين في الدنيا والآخرة. وصلوا وسلموا على من أمركم الله تبارك وتعالى بالصلاة والسلام عليه بقوله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين. اللهم أصلح العباد والبلاد، اللهم أصلح العباد والبلاد، اللهم أصلح العباد والبلاد. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تبدل النعم، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء. اللهم ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي هذه الساعة العظيمة وفي هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.